طب بتقول ان هي نعمة ولا بقت النعمة دي الحكومة والقرف بتاع البيت والعكنانة بتاعت الست، تعكنن عليا لما ما اعرفش ايه، ولازم ترجع بدري ولازم تعمل كذا لما الابن نعمة ولا مش نعمة؟ ساب أن نثني عليه بنعمه، أن نثني عليه بنعمه. الله عز وجل يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكر نعمة ربنا عليك، وأما بنعمة ربك فحدث. وبالمناسبة، وأحد أعظم أسباب ضياع النعم والعذاب بالنعم والتنغص في الحياة بالنعم أن تذكر النعمة بالسوء أو أن تتجاهل ذكرها. هضرب مثال. معلش مين متجوز هنا؟ فاكرين اللي اتجوز يعني؟ فاكر قبل ما كنت متجوز كان نفسك تتجوز ازاي؟ كنت هتتجوز على نفسك، صح؟ يبقى كده يعني جوزوني يا تموتوني، انا عايز اتجوز. طيب بعد ما تتجوز، نعمة دي ولا مش نعمة؟ نعمة، صح؟ طب بتقول ان هي نعمة ولا بقت النعمة دي الحكومة والقرف بتاع البيت والعكنانة بتاعت الست، تعكنن عليا لما ما اعرفش ايه، ولازم ترجع بدري ولازم تعمل كذا لما الابن نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. لما كان نفسك فيه، انا عايز ولد، انا عايز بنت، انا عايز كذا، انا عايز كذا، لما يجي المفترض دلوقتي ايه؟ تشكر. لا، ده العيال ودوشتهم ومطلعين عينيا، ده انا بهرب من البيت، ده انا لما بشوفه بقفل، ده الواد لسانه قد كده، ده الواد انا مش طايقه، الواد طلع ما اعرفش ايه، ده طالع لامك، اصل انت قلت ما اعرفش كذا وكذا. الله. وبعد كده يسأل الانسان نفسه: هو انا ليه بيتي مش سعيد؟ هو انا ليه زوجتي مش مخلياني سعيد؟ نفس الكلام البنات اللي هي تبقى عايزه تتجوز برضه، تتجوز دينا اتجوزنا، وبعدين اول ما تقعد كده تلاقي قاعده مع 3 4 صاحباتها، دي تقول ايه؟ والله ده انا زوجي مغلبني ومضايقني ومخليني متضايقه وما بيساعدنيش وما بيقفش معايا وما بيغسلش معايا المواعين ومش بينفض السجاد ومش بيربي الاولاد والتانيه تقول هو بيزعق لي والتانيه تقول لها والله ده انا زوجي برضه ما اعرفش كذا وكذا، والثالثه تقول وفي واحده يا عيني قاعده معاهم زوجها حلو، تقول لهم بقى ايه؟ لا انا زوجي والله الحمد لله مريحني وكويس وبتاع. هينفجر في مكان، هيقولوا له يا نهار، يعني هيدوها عين، الواد هيطرش. فتقوم قايله ايه؟ والله ما كل الرجاله كده بصراحه، ما انا برضه زوجي برضه تعبني السؤال بقى: هل انعم الله عز وجل عليها بالزوج؟ صح؟ وأنعم عليك بالابن أو بالزوجة، صح؟ وبعد ما أنعم عليك بالنعمة، الله عز وجل سمعك وأنت تقول عنها إيه؟ أنها نعمة متعبة، أنها نعمة غير جيدة، إن النعمة دي بتعمل دوشة، إن النعمة دي طلعت مش حلوة، إن النعمة دي طلعت وطلعت 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 وطلعت، وبعد كده نسأل: هو ليه البيوت مش سعيدة؟ ما ينفعش. كان لازم نشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، لما لم نشكر عذبنا.